أهلا بكم يا أحلى متابعين، يلا بينا نبدأ على طول. فيلمنا بيبدأ بإقبال وهو قاعد مع أصدقائه وبيسمع صوت بينده عليه، وهو بيمشي ورا مصدر الصوت وصحابه بيسألوه رايح فين، بس هو مركز في الصوت اللي بينده عليه. وبيشوف أمه نازلة على السلم وهو بينزل وراها ويدور عليها، احنا بنشوفها ماشية وراه وعمالة تغني، وإقبال بيروح وراها ناحية الأسانسير، ولما بيفتحوا بيشوف أمه قاعدة ومعاها كشاف يدوي وبتقوله إنه بينتمي لأبوه، وبتطلع كشاف تاني من الشنطة اللي معاها وبتقوله ده ليك، وبعدين بتطلع كشاف تالت وكأن شركة الكهرباء معاها في الشنطة، وبتطلب منه ياخد الكشاف التالت. ولما إقبال بيمد إيده عشان ياخد الكشاف أمه بتصرخ في وشه وشكلها بيكون مرعب. بعدين بترجع لطبيعتها وبيبص على الأسانسير ومش بيلاقيها، وبتقوله إنها كانت بتدور عليه في كل مكان. وفي نفس الليلة إقبال كان مسافر مع عيلته والعربية بتتعطل منهم في نص الطريق، والطريق ده بيكون غابة، وأبوه نورمان وأمه دينا بيخرجوا من العربية عشان يشوفوا إيه المشكلة، ونورمان بيقول لهم العربية سليمة وما فيهاش أي مشكلة. نورمان بيقول لدينا تستخدم عينيها التالتة وتشوف إيه اللي هيحصل، وبنعرف إن نورمان وزوجته دينا روحانيين وبيعملوا جلسات بالقرآن يطردوا بيها الجن من الناس الممسوسة، عندهم القدرة إنهم يشوفوا الجن. وابنهم إقبال برضو عنده نفس الموهبة، بس الموضوع مش عاجبه وعايز يقضي على الموهبة اللي انتقلت له من أمه وأبوه عشان يقدر يعيش حياته الطبيعية. المهم إقبال أول ما بيخرج من العربية بيشوف عالم الجن حواليه. اللحظة دي دينا بيبقى معاها شنطة بتبدأ تطلع منها كشافات يدوية زي ما حصل في الأسانسير، وبتديله الكشاف التالت اللي طلعته وبياخده وهو خايف، وبيقول لأبوه إنه خايف على أمه ومش عايز يحصل لها أي حاجة، وأبوه بيقوله يا ابني مالك في إيه؟ بعدين بيقرروا يسيبوا العربية ويمشوا على رجلهم في الغابة، وهم ماشيين بيشوفوا فواكه بتطلع دم. بعدين بيوصلوا للمنزل اللي هيعملوا فيه الجلسة، بيرنوا الجرس، وقبل ما يدخلوا دينا بتقول لإقبال ابنها ما يخافش من الجن والشياطين اللي بيشوفهم عشان هم مش هيقدروا يأذوه، وبتقوله إن الموهبة اللي عنده هدية خاصة من ربنا. وطبعا دي حاجة مرعبة إن الواحد يكون قاعد في أمان الله ويشوف جن معدي من قدامه، وده اللي إقبال قاله لأمه، قال لها إنه خايف جدا ومش عايز يشوف ولا جن ولا شياطين، وأمه بتقوله يصبر لغاية ما يبقى عنده خبرة. وفي نفس الوقت الباب بيفتح لوحده وكلهم بيدخلوا المنزل، ونورمان بيطلب من بنته الصغيرة تفضل في مكانها لغاية ما يخلصوا شغلهم، وإقبال بيشوف ست شكلها مخيف واقفة على السلم، وكمان دينا ونورمان بيشوفوه، وبيطلعوا للدور التاني وبيشوفوا ست ميتة على السرير وشخص متعلق في الهواء فوق الجثة. دينا بتشوف ست اسمها زورا، والست دي بتقول لها أخيرا يا دينا وصلت للمصيدة. ودينا بتعرف الجن اللي متلبس زورا وبيكون اسمه الهينو وبيهجم على نورمان، ونورمان بيفقد الوعي. ولما دينا كانت هتلمس زورا الجن الهينو بيقول لها ما تقدرش تلمسيها لأنها تبعنا، ودينا بتفضل تقرأ آيات من القرآن، والشخص المتعلق في الهواء بينزل والجن بيفاجئهم وبيهجم على إقبال، ودينا بتقوله يستخدم قدراته، والجن اللي متلبس زورا بيقول لها إنه هيموت إقبال. دينا بتمسك زورا من راسها وبتحذر الجن اللي لابسها وبتقوله ما تلمسي ابني، وبترميه بعيد، والزورا بترجع شوية لطبيعتها وبتقول لها ساعديني. ودينا بتعتقد ان الجن خرج منها، بس فجأة بيظهر وش مرعب في قفا زورا وبيهاجم إقبال، بس دينا بتمسكه من شعر وبرضه مش بتقدر عليه والجن بيتلبسها. ونورمان بيقول لإقبال يحضر البرطمان وبيجيب البرطمان، ونورمان بيخرج الجن من دينا وبيحبسه في البرطمان مش عارفة ازاي. ودينا بتقول لهم ان الجن خدعها وبتموت، وتاني يوم بيدفن زوجته دينا، وبيكون في شوية عيال بيلعبوا وابنه إقبال بيتفرج عليهم. ولما نورمان بيجي بيقوله انه كان نفسه يبقى زي الولاد اللي بيلعبوا في الشارع، بيقوله لازم تطلع لابوك وتورث المهنة. اقبال بيقوله ايه فايدة قدراته وهو ما قدرش ينقذ امه، ونورمان بيقوله ده قدرها. بعدين نورمان بيقابل صديقه جميل وبيقوله على وفاة زوجته، وجميل بيعرض عليه فلوس بس بيرفض، وجميل بيصر عليه وبيقوله انه هيحتاجه خلال الاسبوعين اللي جايين. بعدين صديقة اقبال اللي اسمها نور بتبقى بنت جميل بتيجي عشان تسلم عليه، وجميل مش بيكون عارفها لانه بقاله كتير ما شافهاش، وبياخدهم بيوريهم مكان محتفظ فيه بنبات وزهور ند، وبيقوله
إن النباتات دي بتطلع مرة واحدة كل 8 سنين وبتفضل يوم واحد بس، وعشان يشوفها بتظهر تاني لازم يغذيها ويراعيها كويس. جميل بياخد نورمان جوه، وفي اللحظة دي إقبال بيسمع صوت نفس شخص جاي من النبات. نورمان بيلاحظ إن في تعويذة متعلقة على باب، وجميل بيقوله الغرفة دي فاضية ما فيهاش أي حاجة وما تدخلش فيها. بنشوف نورمان بيقول لابنه إقبال ما يدخلش الغرفة الفاضية ولا يقرب من النبات، وإنهم هيشتغلوا لمدة أسبوعين وبعدها ينسوا المكان ده خالص. وبنشوف رحيم عم نور بيتنمر على أصدقائها وبيهاجم إقبال وبيقوله كلام مش مهم. بعدين إقبال بياخد أصدقائه وأخته وبيدخلهم المكان اللي فيه النباتات، ونور بتسأله جبت مفاتيح المكان منين، وبيقول لها إن جميل قال لأبوه اعتني بالمكان ويخلي باله منه. بعدين بيدخلوا غرفة مليانة حشرات، ونور بتقول لهم إن شغلانة أبوها جميل مربحة جدا. بعدين نور بتسأل إقبال عن التعويذة اللي متعلقة على الباب، والأصدقاء بيسألوا بعض يا ترى إيه اللي جوه الغرفة دي، وبيسألوا إقبال على المفاتيح. ولما بيطلع المفاتيح من جيبه علي بياخدها منه فجأة، بس بيلاقي كل المفاتيح ما بتفتحش الباب. وإقبال بيقول لهم لازم نمشي، وعلي بيرفض وبيشيل التعويذة اللي على الباب وبيرميها على الأرض، وهو وبوب بيفضلوا يدوسوا عليها. وبيقول لإقبال إن مفيش حاجة تخوف. بعدين الباب اللي كان عليه التعويذة بيفتح لوحده وبيسمعوا صوت مرعب. علي وبوب بيخافوا وبيجروا، وإقبال بيدخل الغرفة بحذر وبيلاحظ إن في مسمار على الحيط والدم بينزل منه، وبيقول لهم إيه الدم ده، ونور بتقوله إنها مش شايفة أي دم، هي شايفة مسمار بس. وإقبال بيقول لها إن في شيء غريب في المكان ده ولازم نخرج. وكان لسه هيخرج بس فجأة بيسمع صوت مخيف وبيشوف جه وبيطلب من نور تخرج بسرعة. وبعدين بيخرجوا ويقفلوا الباب. وفي نفس الليلة إقبال كان بيتفرج في تليفونه على فيديو قديم لأمه، وبيسمع صوت مخيف وبيشوف حاجة مرعبة عند الحمام، وبيمشي ببطء ناحية الحمام والدش بيفتح فجأة، وبيسمع صوت بكاء جاي من ورا الستارة وبيفتحها ومش بيلاقي أي حاجة. بعدين بيسمع صوت جاي من المراية وبيمسح البخار اللي عليها، وفجأة بيصحى من النوم وبيكون كابوس. وأول ما بيغير الجنب اللي كان نايم عليه ويلف وشه بيشوف جن مرعب نايم جنبه، وبيقرأ شوية أدعية والشيطان بيختفي. بيطلع بره الشقة وكان هيركب الأسانسير بس بيشوف جدة نور بتبصله، وبعدين بتمشي بهدوء. بيجري على قبر أمه وبيشغل فيديو ليها، وبعدين بيروح في النوم. وأبوه بيوصل ويصحيه وبيسأله إيه اللي حصل في الليلة اللي فاتت في البستان، وبيكون في شيخ مع نورمان وبيقوله يسيب ابنه براحته. وإقبال بيقول لهم كل اللي نفسه فيه يبقى إنسان طبيعي ما يشوفش العالم الآخر. والشيخ بيوافق وبيعمل طقوس عشان يلغي قدراته، وبيدي لأبوه حجاب عشان لو إقبال رجع في كلام. بعدين بنشوف جدة نور واقفة قدام الأسانسير وهو بيقفل ويفتح لوحده، وفجأة بتظهر بنت شكلها مرعب جوه الأسانسير. الجدة بتشوف إقبال وبتقوله انتم ملعونين. بعدين بتروح ناحية البلكونة وبتحدف نفسها، وإقبال بيتصدم لما بيشوف جن مرعب بيمص دم الجثة. وفي نفس الليلة باب الغرفة اللي كان متعلق عليه التعويذة بيفتح لوحده. فجأة رحيم بيدخل بس نورمان مش بيحس بيه لأنه كان لابس سماعات. وفي الوقت ده إقبال بيصحى لما بيسمع صوت جاي من الدور التاني، وبيسمع صوت ست بتعيط. أما رحيم بيتهاجم من الجن اللي في الغرفة. وبعدين بنشوف شبح ست في نفس الغرفة. إقبال وأصدقائه بيجمعوا وبيقولوا إنهم حاسين بشيء غريب ومش عارفين يناموا كويس من الخوف من ساعة ما دخلوا الغرفة إياها. وبوب بيقول لهم إن طول الليل بيسمع ست بتعيط، ونور بتقول لهم لازم يرجعوا التعويذة تاني على الباب. وفي جنازة الجدة إقبال بيسمعها بتهمس وبتقوله ملعونين. إقبال بيقرب من الجثة عشان يسمع كويس بس بيتخض لما بيلاقيها فتحت وبتبصله وبتقوله انتم ملعونين. بعدين أنا أم نور بتسأله انت كويس وهو مش بيرد عليها. وبعدين بنشوف شبح أصدقائه علي وبوب واقفين وراه. بعدين هو ونور بيرجعوا للنبات عشان يدوروا على التعويذة، وبيدخلوا جوه الغرفة الملعونة وبيشوف الدم نازل على الحيطة. وفجأة التعويذة بتترمي عند رجله. لما بيوطي عشان ياخدها التعويذة بتتحدف بعيد، وبيشوف ايد مرعبة طالعة من الحيطة وعايزة تمسكه. إقبال بيتخض ويبعد، وبعدين بيسمع صريخ نور وبيقول لها في ايه. بيلاقوا هما الاتنين جثة علي وكلها دم. لما الشرطة بتحضر المكان نورمان بيقول لهم انه اكتشف جثة علي لما كان بيسقي النبات، والشرطة بتسأله حد غيرك يقدر يدخل المكان، وهو بيقول لهم ان هو الوحيد اللي يقدر يدخل وهو المسؤول عن المكان. والبنت الصغيرة بتقول للشرطة إن إقبال دخل هو وأصدقائه للمكان الليلة اللي فاتت. بالليل بيسمع عياط نفس الست وبيرمي أي حاجة على السقف بس العياط بيزيد.
بيروح لمنزل نور وبينده عليها، بس جدتها الميتة بتظهر وتفضل تقطع في جسمها. وبعدين بيشوف نور بتاكل طفل ميت وبيخاف ويجري. وتاني يوم بيعترف لنور انه بيقدر يشوف العالم الاخر، وفي نفس الوقت بيأكل النبات وبيظهر في حالة غريبة كأنه ممسوس، وبتطلع من الحيطة ايد ضخمة وبتسحبه جوه الحيط. واخت اقبال كانت هتدخل الغرفة بس ابوها بيوصل في الوقت المناسب وبيمنعها. وبنشوف جسم بوب بيترمي بره الحيطة بس بيكون ميت. وتاني يوم بيكتشفوا جثته، وبعدين الشرطة بتلاقي عظم فك بني آدم مدفون في تربة النبات. وبالليل أخت إقبال بتدخله الغرفة وتقوله إنها بتسمع نفس الصوت اللي بيسمعوه. بيروحوا عند نور والبنت الصغيرة بتشوف شبح بنت، وفجأة بيظهر كيان شرير ويسحب البنت جوه. إقبال بيحاول يحاربه بس بيفتكر إن قدراته مقفولة، والكيان بيهاجم نور وبيرجع سائل مقرف في بقها، ونور بتفقد الوعي. وتاني يوم إقبال بيروح للبستان اللي فيه النبات وبيترعب لما بيشوف زهرة كبيرة بتنزف دم. بيحاول يصورها بس بيلاقي الصورة ما فيهاش أي دم. بعدين بيدخل الغرفة الملعونة وبيسأل الجن اللي فيها هو مين وعايز ايه، بس مش بيلاقي اي رد. بعدين بنشوف اقبال وابوه بيروحوا منزل نور وبيتصدموا لما بيلاقوها بتضرب امها وبتاكلها بالعافيه. ونورمان واقبال بيبداوا يعملوا جلسه العلاج وبيدعوا، ونورمان بيقول للجني اسمك ايه وهو بيقول له اسمي جميل ابن احمد. واقبال بيكتفها ونورمان بيحط ايده على راسها وبيبدا يقرا لغايه ما بتهدى شويه. بعدين الشرطه بتيجي لبيت نور وامها بتفتح لهم الباب وبيدخلوا الغرفه مقفوله وبيشوفوا رسومات على ورق. والشرطيه بتسالها غرفه مين دي ومين اللي في الرسمه دي، وهي بتقول لها انها غرفه بنتها الكبيره اللي اسمها فرح واللي اختفت من 8 سنين. بعدين الشرطة بتمشي وأنا بترجع غرفة نور الممسوسة، والجن اللي متلبسها بيقول لها إنه مش نور. وفجأة بتهجم على نورمان بس إقبال بيحاول يهديها، وهي بتهجم عليه وبتنزل تحت السرير وتحاول تسحبه، بس أنا بتشده من رجله وبتنقذه. ونورمان بيفضل يقرأ عليها وهي بتطلع من تحت السرير وتحاول تخنقه وبتقوله إنهم كلهم ملعونين، وبيفضل يقرأ عليها وإقبال بيساعده لغاية ما بتفقد الوعي وبتفضل تتشنج. ونورمان بيرجع يقرأ عليها وبيسألها مين سيدها ومين اللي بعتها، وبتقوم تقف وتفضل تسخر من إقبال وقدراته. بعدين فجأة بتولد مخلوق مرعب، بتقع وتفضل تتشنج وبعدين بتفضل تتنطط. ونورمان وإقبال بيخرجوا وبيكتشفوا إنه بنته الصغيرة مفقودة، ولما إقبال بيدور عليها في المطبخ بيلاقيها بتشاور له على نور، ونور بتهجم عليه بسكينة بس نورمان بيلحق ابنه وبياخد الضربة مكانه. بعدين نور بتشيل البنت الصغيرة تكون ماسكة سكينة في ايدها، ونورمان بيقرأ على إقبال الحجاب اللي الشيخ اداهوله عشان يستعيد قدراته. نور بتسيب البنت الصغيرة وبيطلعوا من المكان وبيسيبوا إقبال مع الجن. نور بتحاول تخنقه وإقبال بيقول للجن اللي متلبسها اخرج، وهو بيقول له مش خارج. الجن بيسأله ايه هو الشيء المميز فيك، وإقبال بيرد عليه بقراءة الأدعية وبيسحب القوة المظلمة اللي جواها وبتدخل جواه هو. وبعدين بنشوفه بيروح البستان وبيدخل الغرفة الملعونة وبيحفر الحيطة، وفجأة بيلاقي شيء وبيمسكه. ونورمان بيوصل وبيقول للشيطان اللي متلبس ابنه يسيب ابنه، وبيفضل يقرأ عليه وهما الاتنين بيفضلوا يقتلوا بعض. والشيطان بيقول له انت ضعيف وهتسيب ابنك يموت زي ما سبت مراتك تموت. ونورمان بيغضب ويفضل يضرب فيه. الشيطان بيفضل يضحك. وفي نفس اللحظة في العالم الآخر بنشوف دينا بتقرب من إقبال، بس هي مش دينا، هي بتكون شيطان متنكر في هيئتها وبتقرب منه، وهو بيقول لها ان امه ماتت وانه عارف مين هو، وبيبدأ يقرأ قرآن وأدعية. والشيطان بيختفي وإقبال بيصحى. وفي الوقت ده أنا بتمسك الشيء اللي إقبال طلعه من الحيطة وبيكون جنين ميت. وفي الوقت ده جميل بيرجع وبيتصدم لما بيلاقي عظام بني آدمين تحت النبات، وهو بيحاول يهرب الباب بيتقفل لوحده وفي حاجة مش شايفينها بتسحبه. بعدين بنرجع لزمن فات قبل 8 سنوات وبنشوف جميل وهو بيحاول يجهد بنته فرح، والجدة بتقوله نوديها المستشفى وهو مش بيوافق. وبعدين الشيطان اللي متلبس فرح بيقوله مش هتقدر تموتها، وجميل بيقوله انت مين، وهو بيقوله انا الشيطان وجيت مع الزهرة اللي انت اشتريتها من سومطرة وكنت ساكن الزهرة، بس لما انت قلت الفرح تهتم بالبستان والزهرة انا سكنت جسمها، كمان هسكن المولود اللي جواه. بعدين جميل بيغضب جدا وبيفضل يموت في فرح بنته بكل وحشية، وكان كده فاكر
فاكر إنه اتخلص من الشيطان أو من الجني اللي جابه مع الزهر، وقطع جسمها الحتت وقال لخالها رحيم يدفنها تحت الزهرة الملعونة واداله فلوس عشان يسكت، وهو فتح فتحة صغيرة في الحيطة ودفن فيها الجنين. ولما رحيم طلع ورقة كانت مدفونة مع الجنين قاله بلاش ترمي الورقة دي وخليها مكانها لأنك لو شلتها هتتلعن. بعد ما جميل اتكشف قدامهم كلهم، زوجته قالت له انت أسوأ من الحيوانات. وفي لحظة الجن بيسحبه جوه الحيطة وجميل بيلاقي نفسه في العالم الآخر، وبنته فرح بتظهر له وبتختفي، والشيطان بيقتله بكل وحشية وبياخده معاه للجحيم. وبعدين الشيطان بيظهر لإقبال، وإقبال وأبوه بيمسكوا إيد بعض عشان يقفلوا البوابة اللي الشيطان بيظهر منها. لما نورمان بيلاقي ابنه بيقرأ وبيدعي لوحده بيسيب إيده، وإقبال هو اللي بيتولى المهمة دي، والشيطان بيبدأ يصغر ويختفي والبوابة بتتقفل، وإقبال بعد كده بيتولى مهمة المعالج الروحاني. وبكده بيخلص الفيلم. لو الملخص عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير وكومنت حلو زيكم.